قصر راس التين، واحد من أهم قصور التاريخ اللي بيطل على ساحل البحر المتوسط في مدينة اسكندرية. اتبنى بأمر من محمد علي باشا سنة 1834 في 11 سنة، لحد لما تم افتتاحه رسميا سنة 1847 على مساحة 22 فدان. شارك في بنائه مهندسين فرنسيين وإيطاليين ويونانيين وأتراك ومصريين، وعشان كده بقى تحفة معمارية عثمانية أوروبية على أرض مصرية. وكانت المنطقة اللي حواليه مليانة أشجار تين زمان، ومن هنا اتسمى بقصر راس التين. القصر ضخم جدا وحواليه جنينة كبيرة، وكان له مرسى خاص للسفن للملوك والأمراء اللي بيجوا من ناحية البحر. اتكون من 3 طوابق فيها قاعات استقبال ضخمة، سلالم رخامية، زخارف أوروبية، ومسرح صغير. كمان كان فيه مسجد ضخم بالطراز معماري مميز، وكان فيه محطة سكة حديد خاصة بالقصر، واللي بناها كان الخديوي إسماعيل لتسهيل النقل منه إلى القاهرة. القصر كان مقر الحكم الصيفي لكل ملوك مصر من أيام محمد علي لحد الملك فاروق. يعني المكان ده شاف بداية ونهاية حكم أسرة محمد علي. كان أول قصر يدخل فيه التليفون الأرضي سنة 1879 في عهد الخديوي إسماعيل. المكان ده شاف أحداث تاريخية كبيرة جدا، زي قصف الإنجليز لإسكندرية سنة 1882، واللي اشتعلت بعدها الثورة العربية. بعد كده ما تبقاش من القصر القديم إلا الباب الشرقي اللي اندمج في بناء القصر الجديد لما اتعاد بناؤه في عصر الملك فؤاد على الطراز الحديث على ايد المهندس الايطالي فيروتشي والمهندس حسن باشا العدوي، وتكلف وقتها 400,000 جنيه، وبقى شبه قصر عابدين. بس اللحظة اللي غيرت التاريخ فعلا كانت سنة 1952 لما الملك فاروق اتنازل عن العرش بعد ثورة يوليو، وخرج من القصر على الباخرة الملكية المحروسة وسافر لإيطاليا. ومن اللحظة دي انتهى حكم أسرة محمد علي اللي استمرت أكتر من 150 سنة، ولحد النهاردة القصر تابع لرئاسة الجمهورية، وبيستقبلوا فيه ضيوف كبار ورؤساء الدول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب. كنتم مع توتة شاهين.